بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إبراهيم ديرو، أعيش في مدينة الأغبقل وأنا طالب من طلبة مركز زاد المعهد. سأقرأ لكم إن شاء الله تعالى باب شروط الوضوء من متن سفينة النجاة من الفقه الشافعي. بسم الله. فصل. شروط الوضوء 10: الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة وألا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرديته وألا يعتقد فرضا من فروده سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. فصل. النواقض الوضوء 4 أشياء: الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا قاعد ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمية وحلقة دبره ببدن الراحة وبطون الأصابع. وشكرا على حسن سماعكم. من الليل هوينك فاسجد سجود له إلهي وسبح تسبيح ليلا هوينك صوت طويلا دير. إن هؤلاء كوان يحبون وحيجعلهم العاجلة نولش دقدقيسة ويذرون حيكتغايا وراءهم قداشود يوما ما ثقيل. حفظ وإلى علي فاتحة مراعاة وإلى علي تسديداتها شديد كيلة ولا يسكت الرفق وينسى ناموسين ستة ناموستان طويلة ليل ولا قصيرة متقابة سدو لقصدايا بها ناموستان سمع بقراءات أحمد القنتين وقراءات وإن وأخير كل آياتها إليه ومن ومنها إذا وحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورحمة الله وبركاته. اسمي حبيبة بنت آدم وأنا طالبة من طلبة مركز زاد المعادن الإسلامي. التحقت المدرسة قبل 2 وبعد ختمنا للقرآن انتقلنا إلى تعلم التفسير والحديث والفقه واللغة وسأفسر لكم بعد الآيات إن شاء الله تعالى. قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. آيات سورة النبأ كجر قيب كمد أيام في السر ربا
إن للمتقين كوا ونكسنها أسقنادي مفازا لبان أي أسقناتي حدائق بيروين وين أي أسقنادي يا وعنابا عنبيا وكواعب قبلنا سال صبح أي أسقنادي هبلا سوء ترابا اسكودا دا وكأسا والقمراد أي أسقنادي والكاسود دهاقا بوحه لا يسمعون مقل مايان فيها جنة الأحداث لغوا هذا عن تربقشة ولا كذابا إسبينونك مقل مايان وجزوع الأوال مري جزاء أوال مركز من ربك هذا حق السكاة هذه وأعطوا والسي عطاء سيسمع صلى الله وسلم على سيدنا محمد. وكما ترون وتشاهدون الآن إن شاء الله تعالى ها هم بنات الصغار وقد انتقلنا من غرفة البنين والآن سنذهب إن شاء الله تعالى إلى غرفة النساء الكبار إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. هذا المعهد أسس قبل 6 أشهر وهذه المدينة تقع في حافلة أو منطقة وجير في كينيا وليس وعدد سكانها يعني قياسا سيبلغ 12,000 وليس فيها مجتمعات أو إدارات دولية ولا يعني داخلية. وهذا المركز هو وحده الذي أسسناه هنا والآن سنطلب من المساعدين والمحسنين وأصحاب الخير ومن المسلمين عاما أن يساعدوننا في بناء مركز. هذين الغرفتين إجارة أو كراء ندفع كل شهر ثمنا عددها في عداء الكيني 7,000 وهي تعادل كما أظن وأتوقع إلى $90. نطلب من المشايخ وأصحاب الفضالات وأصحاب الخير إن شاء الله تعالى أن يساندونا ويساعدوننا. والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا أخبرنا أن صدقة الجارية تنفع الشخص وهو في قبره وبعد موته إن شاء الله تعالى، وهذه من الأعمال التي لا تنقطع. ونفس الحديث الذي ذكرناه الآن فيه أن الميت يرجع منه الجميع ويبقى معه 3 ومنها العلم الذي ينتفع بعده. وإن ساهمت في بناء مركز أيها المسلم وأيها المتصدق الكريم ألم يكن بواضح الدلالة كالقر إذ بيانه بالسنة ما لم يكن بواضح الدلالة كالقر إذ بيانه بالسنة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بدعا من الرسل ما أدري ما يفعل بي ولا كفرتم بي وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله خالدين فيها جزاء بما كانوا يعلمون ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صب با فتحة با صب حا فتحة سكون حت سبحت را فتحة شد رت را تا فتحة رت با فتحة سكون بت رتبت عين فتحة ذال شد عذ ذال فتحة ذا عذ با فتحة سكون بت عذبت يا سكون ذي معاذي را فتحة را معاذير ها ضمه معاذيره سين فتحة سين كسرة يا سكون سي با نون كسرة يا سكوني سيني نون فتحة نا سينين عين كسرة ضاد فتحة ضاد كسرة يا سكون دي عدي
نون فتحنا عدينا أما nimankii haddaan ka hor meeshaan noo dhisay culummadii iyo macallimiinta noo dhistay aan salaamaa haddaan ka hor meeshii noo dhiseen aan ku akhrisanay qoraamo dheer aan ku gaarnay haddana waxaan ka rajaynaynaa meeshii waxay ahayd oodaa ahayd in noola dhisa meel dhagax ah ina noola dhiso aan ku wax baranno aan rabnaa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد قيبتان دوجيدا وقيبتي ماموين كواوين meeshaan waxay ku bartaan duco iyo farbar iyo quraan saddexdaasa ugu badan ay ku bartaan insha allahu tacaala wixii kaleeto tafsiir iyo wixii la midna markooday insha allahu tacaala gaari doonaan runtii markii hore ay soo gelayeen dadka qaar waa faatixa ma aqoonin ataxiyaad ma aqoonin hadda way dadaaleen maasha allah qolka hadda ku jirno dhista nimana noo dhisa khayr la siiyo allah barakeeyo hadda marka xawaa cariiri waa jira oo marka meeshii ku akhrisanayeen ayaan u baahana marka haddii ay suuroobayso dadka muslimiinta wax nagala qaban karaan inay maamooyinkaas u dhisaan qol ay ku akhristaan maxaa kan waana dhis daadkaa soo galaa roobkaa soo galaa waa iska geedo dadkii noo dhisayna khayr la siiyo waa mahadsan yihiin kuwa qaar waa dad iska tabarliito hadda waxba ma haystaan kuwa qaar waxay u baahan yihiin in la garab garo xijaabadiiaba kuwa qaar ku adagoo gadashadoodii iyaaba maxay dhibayso dadku waa isku dhex jiraan laakiin dad badanoo waxaa ku jira masaakiin ah oo runtii qofka naxayo jir muslim aad ku yaalo aad yacni ka naxayo insha allahu tacaala marka dadka khayr kale asxaabul khayrka ah waxaan weydiisanaynaa insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum inaad maamooyinkaasi meel wanaagsan loola dhiso nala garab qabto nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad noo sheegay qofka muslimka ah haddii aad sadaqa jaariye baxsado inay u joogayso magaad dhintay kadib iyo magaad nool intaad nool yahayba cilmi ninkii dad barana waa saas oo kale nabiga noo yiri sala allahu aleyhi wasalam ninkii meel dadkan u dhisay buug u soo raadiyey midii xijaabka gadan wayse u gado oo midii dab aan shidinin dabkii u hagaajiyo ninkaas isagana insha allahu tacaala xadiidkaas nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu soo hoosgelayaa markaan ka faa'iidaysano baaraka allahu fiikum cid walbo awoodi karto muslim ah iyo majmuucaadka khayriga ahba waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala waxay nala qaban karaan inay nala qabtaan